بمرق سنتين يا اخوان على الجزء الاول، ولا سنتين ولا شيء، قبل يومين نزلته على القناه اذا بدكم تشوفوه. المهم بيتر اللي هو طبعا سبايدر مان شغال دليفري بكريم بوكس، مش دعايه هاي هيك بس حكي. المهم شغال واموره طيبه، بس شو المشكله انه كل ما يشوف شيء بده يساعده بيساعده، وهذا اللي بيخليه بس بوصل الاشياء يا اخوان متعجنه ماكله كنادر. السلامه مع الخضار مع انسى خش في بعض مع الزنجر، وهذا اللي بيخلي صاحب شغله يقول له اسمع ولا اخر مره لافقع وجهك هبلت امهم للزباين. وبنفس الوقت هو شغال وين يا اخوان؟ شغال انه بصور بودي للصحفي الخنزير هذا، اموره ماشيه تمام. ودائما ركاض يا اخوان، دائما متاخر، حتى لما يوصل الجامعه بيجي الدكتور بقول له انت مالك يا معلم، ايش مالك انت دائما تاخير ودائما هبل ومتراجع دراستك، انت بتتعاطى؟ بقول له امر يا عسل. بقول له ايش اللي امر يا عسل يا اخو الغبيه؟ بقول له سيبه هذا بتعاطى. المهم وضعه بالجامعه مش ولا بد، بروح على البيت واموره طيبه، واول ما بيلاقي مين؟ بيلاقي عمته وبيلاقي هاري ابو هاري خليل هذاك اللي مات، وقاعدين الشباب الطيبه وماري جين حبيبه القلب شغاله وقاعده، وبقول له انا بدي اعرف وين سبايدر مان، انت بتصوره وانا بدي اقتله. بقول له يا زلمه انه سبايدر مان ضل في حدا بيحكي سبايدر مان؟ اقعد قاعد، شو بدك بالطويل معلم. بروح على البيت المستاجر وخش صغيره هيك على القد يعني. وثاني يوم هاري باخده بعرفه على دكتور يعني شغل علوم وهيك، بدنا نسميه سعدون يا اخوان. هذا سعدون له قصه نسيبها وبنرجع له. وبنفس اليوم بقرر يروح يحضر المسرحيه تاعت ماري جين، ما هي صارت ممثله قد الدنيا تطلع، ولا منى زكي عايشه. المهم وهو بالطريق والامور طيبه طلع فاقع بدله على بسكليت، الله يحرق يهودا كبيتر. بيلاقي قصه في الشارع كالعاده، شرطه وحراميه وناس خش في بعض وسيارات قاعده بتطير، فبضطر يتدخل ويجعلك الكل ويظبط الموضوع، حتى بقلبهم ميداليات، تعرفوا ميداليات غزلين تاعت الشاي يعني، بيعلقهم كلهم بتخلص الامور. وماري جين بتمثل وكل شوي قاعده بتفكر انه اجا ولا ما جاش. بوصل متاخر، الشرطي بيقول له وين معلم؟ بقول له معلم لا التذكره. بقول له تذكره مين هاي؟ كلها بلها واشرب ميتها برا يا كلب، يلا تأخرت انت ممنوع الدخول. هذا اللي بيخليه يستناها برا، بس بتكون ماري جين اصلا بتحب وحبيبها بيستناها برا. شوية رومانسية بتخليه يخش في الحيط لبيتر، وباخدها يروحوا يتعشوا زنجر كشري اللي بدكوا اياه عند هاشم، مرات بتعشوا عادي اللي بدكوا اياه. المهم بيطلع بيتر كابسة معه ومعصب من اللي شافه، وهذا اللي بيخليه يفش غله بيشي. بيطلع يتزحلق ويتشقلب في الجو والامور طيبه لحد ما يجي يضرب، ما في ايش خطام ملاحف تاعت العنكبوت خلصت. بقول والله شكلي ما افطرت اليوم وتعبان، خليني اروح لانه الوضع مش مستتب. بلش يدوخ. وبنفس الوقت بيتلاقوا في المصعد معلم، يعني صراحة بقول له كيف حالك؟ بقول له تمام، انت شو الأخبار؟ يعني الأمور هادية، بسيبه يروح والأمور طيبة. تاني يوم بيتر برن على ماري جين يعتذرها، بقول لها حقك علي، الاستغلال أزمة، دوار الداخلية مسكر، ما في طريق، وبنشرت طبعا الكذبة كالعادة، بنشرت ما بنشرت من هالقصص. بس انت هذا عشان هيك تأخرت أنا على المسرحية والله يا غالي، ولا أنا بدي أجي، ولك أنا شاري التذكرة بنص راتبي شاري التذكرة. بس ماري جين بتطقع له بتقول له اقلب وجهك ولا. ثاني يوم عمك سعدون المخترع العظيم مخترع 18 ايد بتركبوا وين؟ في الظهر، يعني عشان يكون للواحد 18 ايد 35 ايد يعني، وهاي عبارة عن حديدة بتتركب وين؟ في العمود الفقري بالاعصاب عشان يتحكم فيه. الامور تمام، الايدين بتفتح، الزلمة مبسوط، والناس قاعدة بتصور، بقول لهم انا البطل الرسمي تبع امريكا. وعشان يثبت لهم ان امور الايدين تمام وانها مضادة لاي اشي حراري، بيعمل محاكاة انه زي عبارة عن شمس صغيرة، هاي عبارة عن حرارة زي كرة بيكون فيها حرارة درجة حرارة عالية. المشكلة وين؟ اللي هو ما بنتبه لها انه هاي الكرة تحت الحرارة بتبلش تسحب كل اشي حديد او كل اشي معدن بتسحب فيه، فالدنيا قاعدة بتقوم وبتخبط الناس في بعض، فبضطر يتدخل عمك سبايدر مان، بيحاول قد ما يقدر يمين وشمال، لانه اسمع يعني الناس قلبت في بعض، سبايدر مان يمين بشمال، وهذا انهبل وتكهرب وقال له انا بفرجيك. بس بالاخر سبايدر مان بيقدر يفصلها ويطفي والامور تمام. وهاري خاف عقله كيف شاف سبايدر مان وما انتقمش منه، قعد يزنبلها هبل، زي انت وابوك خليل، ما هو ابوك خليل هيك لازم تطلع. نسيبهم ونروح لمين؟ لسعدون اللي قاعدين بده يعملوا له عمليه. الدكتور سعدون العالم بدهم يفكوا الايدين اللي ركبات في ظهره، وفجاه الايدين بتحولوا، ببطل يقدر يسيطر عليهم. شو السبب؟ انه القاعده اللي ورا ظهره انكسرت، فببطل يسيطر عليهم، بفقع الدكاتره وبندموا على اليوم اللي تدربوا فيه اصلا دكاتره وخشوا طب، وبصحى زي القرد. اقعد قاعد مالك اذا ما تشدش حالك كثير. المهم بيطلع وقلب لي فيها رجل سومو، بنتبه على الايدين انه الايدين غريبه عجيبه، فبروح يقرر انه يرد كمان مره، يعمل مختبر ويرد العيد التجربه. غبي اخو غبيه يا اخوان، غبي اخو غبيه. المهم فجاه بنتبه انه هدول الايدين بطل يسيطر عليهم، لانه هاي فقعت، شايف؟ فصارت الايدين اشي لحال خاص.
بقول انا من يوم طالع من النهارده ما فيش حكومه، قلب فيها احمد السقا يا اخوان، تكبس معه رسمي. المهم معلم تاني يوم الحجه وبيتر رايحين ياخذوا قرض من البنك، وبقول له دب ولك الكندره اللي فقعتك فيها من ايام المرحوم ضبطنا في القرض. المهم مش موافق. فجاه مين معلم اللي جاي؟ عمك سعدون بده يسرق مصاري عشان يسوي مختبر، وجاي على البنك المركزي. بتكبس معه بيتر، بروح بيطلع بسبايدر مان طبعا بفقع فيهم يمين بشمال عشان ياخذ المصاري. فجاه بيطلع له سبايدر مان بقول له معلم تعال، طلع بيلعب 7 حجار يا اخوان، بيلعب معه 7 حجار في المصاري. ولك مصاري يا جواد، هاي مصاري. المهم بدناش ننسى انه سبايدر مان مش بنفس قوته تاعت زمان، حتى وجهه بقول له عمرك شفت وجهك على مرتديلا على سندويشه؟ المهم بضربه يمين بشمال وما بيخلي فيه مكان الا بفقعه يعني بيتر زمان ما اكل قتل هيك. بتتحول المصارعه على الشارع برا يا اخوان. بس مين اللي بيصير في الدق؟ عمته. بقول لها تعالي يا حجه بدل ما تطلع بالاسانسير تعالي اطلعك هيك هون براح وهوا اكثر. وبزتها بقول لها تعالي شوفي العكازه. بتدخل سبايدر مان وبطلعها بتضلها طايره. الحجه كمان مش هينه، كانت تلعب باليه وهي صغيره. المهم سبايدر مان بيحاول قد ما يقدر، هذا القرد سعدون ما هو بالايدين هذول مش قلال، وسبايدر مان ما ننسى انه مش بقوته طلع الكندرة اللي انقذتها فجأة سبحان الله. المهم سبايدر مان بشوفه من بعيد ماسك الحج اللي هي عمته، بقول له انا بدي افرجيك، عمرك شفت المقلعة؟ انا بدي اطير عليك زي المقلعة. بيحاول بس الحج بتتدخل بالشمسية بتفقع نظاراته وبتوقع، بس سبايدر مان بيسحبها بقول لها تعي يا عمتي اغلبك وقعدي قاعدة يلا رحلة سعيدة، وبتنتهي الامور وسعدون ابو الغوالي بهرب. شو بدك الطويل معلم؟ حفلة والكل مجتمع والامور تمام، تيجي مرجان بقول له اذا انت خليط اذا بتكذب وبتقول لي اجيت وتاخرت وازمة ومش عارف شي دوار الداخلية. اسمع معلم انا بحب وراح اتجوز عن قريب، اطلع من راسي واختصرني على الكامل. بقول لها شو مالك انت؟ قالت له لازم فكنا منك وخلص انا اختصرني على الكامل ماشي يلا طير من هون. وفجأة معلم هاري على سكرة بتذكر وبقول له انت ماري جين اللي ضيعتها مني. بشمط كف بوقع طواحينه وشوي من عينيه لون العينين بيختفي. المهم بنصدم وبخف عقله وبكون رايح انه بده يستكشف شو وضع سبايدر مان معه. فجأة معلم زي ما حكينا اللفة خلصت، ما ضلش فيه ولا حبال ولا اشي. القوة تاعته كلياتها يا اخوان بتنهار، لا بيطلع على حيطان ولا بتشقلب ولا اشي، كل اشي بيخسر. حتى لما بوقع هون عنده الحوض بفلت هيك، الحوض حلو مكمل، الحوض بفلت وببطل يشوف وعينيه بيرجعوا ضعاف. وعمك سعدون شغال قاعد ابصر شو بمكنك. المهم قاعد بيخترع، بدنا نسيبه نرجع له. والدكتور تبعه وهو قاعد يعني بيحاول يعالج فيه، يعني منه نفساني ومنه علاجي ومنه للعينين وانسى فيه هياكل عظمية ما علينا. المهم بقول له معلم لازم تبلش من أول وجديد. وهون ببلش يتذكر بالأشياء اللي كانت تصير معه زمان وجوز عمته اللي مات وكيف مات. فبيقرر قرار صادم، بيكون إنه يرمي البدلة تحت سبايدر مان وخلاص. بقول لك أنا بدي أعيش من أول وجديد. وبفقع معلم نظارات بفصل إشي فخم وبرجع يداوم على الجامعة والأمور تمام، يعني زي ما كان أول، يشتغل في البسكليتات ويرجع على الجامعة يكون مستعجل. وحتى لو شاف شرطة وحرامية وناس قايمة قاعدة أنا ماليش دخل يا عمي، أنا بس ملتي في دراستي بجيب أول نيرد معلم. الكل صار ينتبه عليه إنه تغير، حتى يا أبو الغوالي مسرحيات ماري جين صار يحضرها ولا فصل بفوت على حاله. لا غالي معلم، وهي بتكون مبسوطة منشكحة هي تغير. وهي طالعة برا بتقول له معلم أنت تغيرت أمورك تمام شو الوضع؟ بقول لها والله أنت عارف الوضع. بتقول له يا ابن هلا بدي أتجوز، حل عن أمي حل عن خواتي ابعد عني خلص اختصرني على الكامل. بتفقع تاكسي وبتطير، خلص اختصر أهلها يا زلمة. ولما نروح للخنزير هذا الصحفي بيلاقوا انه البدله تاعت سبايدر مان في الزباله، فبيعرفوا انه سبايدر مان خلص اعتزل، يعني خلص اكثر من 35 سنه بده يضل يلعب فوتبول بيعتزل. وهذا الخبر بنتشر في كل المدينه. وحتى بيتر لما يشوف ناس تتقاتل انا ماليش دخل انا في حالي. وسعدون شو بيعمل؟ سعدون شو بتعمل؟ سعدون بروح لهاري وهو قاعد بسكر. هاري ولا خليل تركك وتركك تضيع من بعد ما مات خليل. بيجي عليه بقول له بدي اغراض لافقع وجهك وامزع لك قميصك الزهري. بقول له شو الاغراض بدك اياهم؟ شو الاغراض؟ بقول له استنى نعمل ديل انا وياك معلم، بتجيب لي سبايدر مان بعطيك اللي بدك اياه واللي بدلك عليه بيتر، بس اوعى تاذي بيتر طلع مع الخنزر وهذا صاحب. قال شو بدك بالطويل معلم؟ بيتر مارق من جنب بيت قاعد بنحرق، شكله معلين الصبة ولا ابصر شو صاير. فجأة بقرر انه ينقذ اللي جوا لحاله، مش انه سبايدر مان بشخصية بيتر، يعني في شوية ثقة بحاله. بحاول يدور بلاقي بقول له تعالي يا خالتي شو بتعمل هون يا بنت الناس تعالي. بحملها وبطلع فيها برا وبنقذها والكل بشيد فيه انه بشيد، يعني شو بشيد انا هسه صرت فصحى. المهم انه يعني انت بطل وهيك. وبترجع له شوي ثقة بحاله وبلش يصحصح. برجع لعمته قاعدة بترتب في البيت بدها تعزل خلص بدها تاخذ بيت اصغر لانه فيش مصاري. وبتسمع وبتفقع هيك كم كلمة هيك من تبعت العجايز هاي الكبار، ندير بالك حالك وانت مالكش ذنب في اللي مات انه هو جوزها، تعي يا قلبي هات لك هق ومن الحكي، يعني بترفع معنوياته. بيتر معلم بفقع حبتين شجاعة وبقول لك انا سبايدر مان بدي اطير، وبفقع سبرنت ولا كريستيانو رونالدو بنط معلم. قال لك خلاص انا طرت. وفجأة معلم بوب
زي شوال البطاطا، بنزل بوقع 600 شقفة وبتحول شوي هيك للزير سالم وهو قاعد بمشي. ظهره انكسر، انسى الموضوع. وفجأة ماري جين بتقول له تعال بدي اياك في موضوع سري. اسمع معلم، انت بتحبني؟ بقول لك كيف حالك؟ بقول له اذا انت بتحبني ولا بتحبنيش؟ بقولها لا انا بحبكيش. وقاعدين بتناقشوا الامور تمام، ويعني هيك بلش يسبل لها ويسخسخ. فجأة معلم بلاقي في اشي من وراه جاي، سيارة موديل سنتا معلم، انسى 7 جيد. بنقذ ماري جين وبطلع حاله من القصة زي الأسد. بيجي عليه سعدون، هلا بالشيخ سعدون كيف حالك؟ بقول له معلم احكي لسبايدر مان تبعك إذا ما بيجي على المكان شارع المطار، كأنه متقابل وقال له إنه بشارع المطار بيجوز هيك، بتيجي ولا راح أقتل ماري جين. وباخذ ماري جين معه وبضل طالع. خطفها معلم، شو لا مش مزح. فجأة هون وصل عند ماري جين، بتحول بتشعنن هيك وبقلب، وفجأة بيعرف إنه كل إشي رجع له وريستارت للويندوز، نزل أنتي فيروس وصح. وبروح للخنزير اللي هو الصحفي، بتكون البدلة معلقة، فجأة بتختفي البدلة. وقول له معلم دير بالك من الخيطان لا ترجع لك فيها يا أبو راس كبير مربع. وهون معلم نعلن رسميا إنه سبايدر مان رجع والأمور في السليم. وطيران على سعدون، بقول له كيف حالك أبو سعدون؟ شو الوضع؟ وين ماري جين؟ بقول له ماري جين والله لا أفقع عينين أهلك. ببلشوا يلحموا ببعض. طبعا هسه سبايدر مان القوة انسى، راجعة فل باور، شاحن معلم. وبلش الضرب يا غالي، يمين بشمال والكل قاعد بتطلع. سبايدر مان بيحاول يهرب من الايدين ال88 ولا ويله الجسر، بوكل قتل وبضرب ويمين بشمال لحد ما سعدون الخنزير تخطر عباله قصة. بقول له بتعرف تصيد ناس؟ بدي أزت ناس تعرف تمسكهم. وسبايدر مان ما بيقصر يا اخوان، لا أموره تمام. بيحاول يصيدهم لحد ما يفقع القطار تامن وفقسة تاعت التريلات هاي، سرعة مليون. وقول له يلا إذا أنت زلمة، مش أنت زلمة، وقف القطار إذا أنت شاطر. وهون معلم بتحول لبني آدم لسع، خلص هسه بده يطلع الناس. فبيحاول برجليه معلم، ما راح تزبط، عندك رباط صليبي، عندنا مباراة، ما بزبط تعمل هذا الحكي. بخطر عباله قصة ثانية، بقول لك نجرب حبل ما حبل، شد ما شد، حاول القطار سريع يا اخوان، برضه بزبطش. تفضل هون زاوية 90 جاب. المهم بعدين بفقع 680 حبل بالضبط، 681 عشان ما اكون كذاب، وبضلوا يشد فيهم. وطبعا يا اخوان المشهد اللي حضر الفيلم، المشهد بكون عن جد مرتب. بيحاول يقدر يشد قد ما يقدر لحد ما بالاخر على الحفه يوقفه، بس بكون اغمى عليه من التعب. بيمسكوه ويقولوا له تعال. وهنا يا اخوان بلاحظ في مسلسل الخوالي نفس اللقطه هاي اللي حضر نصار ابن عريبي. المهم بيصحوه بيقولوا له شو الوضع معلم؟ بيقولوا له لازم تغطي وجهك، احنا ما شفناش اشي، رتب امورك معلم، اعمل حالك هندي ولا كنا شفنا شيء. واي مشهد سعيد وفرحه بيجي سعدون بنكد على عرضنا، بيجي سعدون بيقولوا له الشباب لازم يعني انت تشيلنا اول بعدين توصل لسبايدر مان. بقول لهم على عيني. يبعدوا هيك شوي. سبايدر مان اصلا 100 تعب، بشمطوا على وجهه RKO، بوقعه وبجيبه بربطه وبجيبه لهاري. بقول له معلم اسلم، اعطيني اغراضي، بعطيه المواد اللي بده اياها. بقول له يلا معلم سيب لي الموضوع، انا سيب لي الطلعه هاي. بمسك الخنجر بده يفقع سبايدر مان بين شبكاته. بقول له معلم بس لازم نعرف مين انت اول يا جواد، انت لازم نعرف مين انت. بيفقع له هو بيتر. بقول له ايش في مين اللي لعب بالاعدادات؟ بقول له ايش مالك اذا من انهبلت؟ بقول له ايش اللي انهبلت؟ انت قتلت ابوي؟ قال له انا قتلت ابوك، اذا بعدين بفهمك الطابق. هسه ماري جين بدها تموت، خلينا انقذها وبرجع لك معلم، ماشي؟ وبالفعل معلم سبايدر مان طيران على سعدون بكون مربط ماري جين وبجهز في الامور الطيبه. بلاقي سبايدر مان في وجهه، بتصير حرب على الخفيف. سبايدر مان هون بيقصرش اخوان، بوكسات على طحونة العقل بنزل فيه بوكسات. وبنفس الوقت رجع سوى تاعت الطاقة هاي اللي بلشت تسحب الحديد اللي هي المغناطيس، بتسحب كل اشي حواليها. وقبل ما تسحب ماري جين بيحاول سبايدر مان ينقذها ويسحبها من الموضوع، هينقذها للمرة 8 مليون خلال جزئين. ولما سبايدر مان بيجي بده يقتله سعدون بكهربه، بتشنج كل الشرايين وبيحاول يسحب السلك ويقلبه. بس ايش بتكون الكرة المغناطيسية زادت وبلشت تسحب في المدينة كاملة، يعني ما بيضل حديد ولا تكاسي، انسى اوبر بتوصل لغاد. بيجي عليه وبقول له معلم شفت شو عملت؟ انت شفت شو عملت يا زلمه؟ خلينا نحكي انا وياك. بقول له انا ما بقدر اتحكم فيهم. بقول له لا انت بتقدر تتحكم، خليك زلمه واسترجل يا اخي، خذ حبتين شجاعه، اعمل لك شغله في حياتك قبل ما تموت. وهون بقرر سعدون يعمل اكثر اشي منيح في حياته، انه يضحي في حاله ويرمي حاله جوا المغناطيس عشان ينهيها، لانه يعني اذا ما نهاها قاعد بتسحب في الزينجو تبع الحمام يا اخوان، ما ضلش ولا طير حمام في امريكا، كله قاعد بسحب فيه. وهون بالفعل معلم سعدون بقرر بكل قوته يلم كل اشي ويدب حاله جوا هاي الطابة اللي نزلت جوا في المحيط، وغرقت هي وياه لعنة الله عليه.
لا لا عن جد لعنة الله عليه. وماري جين بخف عقلها عرفت مين هو بيتر، انه هو سبايدر مان، ونبعد بتقول له باي، وفي كم من هيك يعني حضن بس احنا قصيناهم. نرجع لهاري اللي خاف عقله بلش يهلوس يا اخوان ويشوف ابوه في المراي، بقول له يا خليل مالك، انا بدي اسمي ابني خليل، بده يسمي حاله ابو خليل. بقول له انت ابني مالك صحصح، بتكبس معه، بفقع المراية اللي قدامه بتنكسر، ورا المراية شو المعلم؟ كل المصايب تاعت خليل الغالي، الاشياء التفجير اللي كان يعملها، حتى القناع تبع خليل هيو موجود، يعني في جزء مرتب. ولما نروح على العرس تبع ماري جين للي بدها تتجوزه وهم قاعدين بيستنوا فيها، فجأة بتوصل رسالة متجاي معلم بدي انزل على البلد الف شوي بعدين بجيلك، بتطقع له على الكامل وبتروح لمين؟ لبيتر، بتقول له انا بحبك يا بيتر. وطبعا يا اخوان بيتر بسخسخ وبرجع لون عينيه وبطير، ونستنى الجزء الثالث. سلام.